السلام عليكم أعزائي. بدنا اليوم نعمل شعرية بطريقة ثانية. بدنا ربع كيلو شعرية، عليها بنحط معلقتين كبار زبدة ومعلقتين كبار زيت. بنحمرها على النار وبنحط 5 ملاعق كبار سكر. بنظلنا لمدة دقيقتين، نستنى عليها تنات حمار وبنغمرها بعدين بالمية وبنتركها نغطيها لا تستوي عادي كيف بنعمل الشعرية العادية. هسه اللي بده يحط اكل سكر بيقدر. احنا حطينا يعني 5 ملاعق كبار. هي زاكي هيك وبتجنن لحالها هيك كيف ناكلها، يعني طعم رهيب. اما بدنا نعمل عليها اشي جديد. بنجيب 3 كبابة حليب 750 مل، 3 ملاعق كبار سكر، باكيت كراميل جاهز، كريم كراميل، وبنحط 3 معالق كبار نشا. بنقلبهن على البارد قبل ما نحطهن على النار. بنحرك مليح مليح. بعدها بنحطها على النار وبنضلنا نحرك من ندشرهاش على النار. بنحرك مليح مليح الى لتنها نشوفها يعني بدأ يثقل معانا الخليط. سكر برضو بتقدروا انتوا تحطوا اكل. انا هون حطيت 3 ملاعق وبكت يعني مليح طعمها، بس تقدروا تخففوا. والنشا اذا هو مليح عندكم حطوا معلقتين، لانه هو الكريم كراميل على النار لحاله مع الحليب بيجمد، يعني مش بحاجة لهالكد انه نحط نشا. كيف بدكم يعني بتقدروا. هسه بنحطها على نار هادية، بس بنضلنا نحرك. الشعرية بنجيبها بعد ما استوت ونشف عنها المية، بنحطها بصينية اللي بدنا نقدم فيها، اي صينية بدكم تقدروا. نصفها مليح وبعدها بنيجي للخليط اللي احنا حطيناه هسه على النار بنغليه. وبعد ما يغلى نشوفه، قلت لكم بنحسه انه جمد، بيبدأ يجمد ويغلى، بنديره على الشعرية. بنحطها بالبراد لانها تجمد شوي. بعد ما نطلقها من البراد، في يبقى بالكريم كراميل كيس اللي هو الصوص تاعه. هو بيجي جامد شوي. حطوه انتو قبل بمي سخنة هيك، هو بالظرف قبل ما تفتحوه عشان يصير سهل للتزيين. او شايفينه كيف جامد. انا ما حطيتوش بالمي، بس انتو حطوه بمي سخنة خليه يحل شوية، بيجي جامد. بنزين وجه الكريم كراميل.